الناس بوجوب الغسل، اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقة جديدة من برنامجكم هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي الذي يجيب عن مختلف أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. نسعد الحلقة بحول الله أن نرافق الشيخ الدكتور سعيد بويزري للإجابة عن كل ما تطرحونه من أسئلة وما تتفضلون به من انشغالات. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك. أهلا بك في برنامجك. ربي يبارك فيك. مسيرة حاج إلى بيت الله عز وجل انطلاقة ينطلقها المؤمن المسلم لأداء فريضة، لكنها مسيرة في المقابل يكون فيها المرء من المحتمل أن تقع رجله التي يؤدي بها هذه الفريضة على نفس مكان سار فيه صحابي أو حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسيرة قد تكون في المكان الذي سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته، وليست في زمانه. ارتباط المكان والزمان في مسيرة الحج وضرورة استحضار هذه الثقافة لدينا كمسلمين هو السؤال الإشكالي الذي سنحاول أن نتعرف عليه، أن نستذكره مسيرة الحج مع الدكتور سعيد بويزري. دكتور مرحبا بك. مرحبا بك. الله يبارك فيك. دكتور، ما الذي تبقى في ذهنك من مسيرة حاج أدى الفرائض والشعائر وعاد إلى بيته؟ ما الذي بقي في قلبه ووجدانه يستذكره المرء ويفخر أنه كان في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في غير زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم من رحلة يقوم بها الإنسان في هذه الحياة، بل كم من إنسان تتعدد رحلاته، يرتحل وحل وارتحل وسافر إلى كثير من البلدان، ولكن أعظم رحلة في حياته قاطبة هي رحلته إلى بيت الله الحرام. يا سلام. لا شك أن الحاج الذي أدى فرائضه وأركان الحج وأدى واجبات الحج وسننه ومستحبات الحج وغيرها من المناسك وأدى جميع الشعائر يعود في قمة الراحة، وهذه الرحلة ستعيش معه ما بقيت فيه أنفاس. جميل. وتبقى لديه ذكريات. يعبر عن هذا بالطريقة الشعبية، يقول لك الكعبة تبكي على اللي ما شافهاش، اللي شافها هو اللي يبكي عليها. يكاد يكون هذا الخبر يعني صحيحا جدا متواترا. كل إنسان راح إلى تلك البقاع يعود ويقر ويعترف بهذه الحقيقة. تتدفق مشاعر الحاج وهو في في الشعائر، يؤدي الشعائر هناك، ويتنقل من مكان إلى مكان، لأن كل مكان يذكره بذكريات، يذكره بأسرار الحج، بدءا من الإحرام وهو يغتسل، يتذكر ذلك اليوم الذي يفارق فيه الحياة، ويقول أنه يوم أموت الناس يغسلوني، ولكن اليوم في الإحرام أنا نغسل روحي، أتولى غسل جسمي. يقول اليوم نلبس لباس الإحرام الأبيض، ولكن يوم وفاتي يعني ألبس بلباس الكفن الأبيض. استسمحك دكتور. نعم. هل سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. يرفع الآن على مسامعنا آذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وضواحيها. الله أكبر، الله
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هل سالوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. نعود بكم إلى موضوع الحلقة. إذن الحاج في هذه الرحلة رحلة الحج التي يتذكرها ما دام حيا في هذا الكون، يتذكر الحاج أيضا ذلك النداء الخالد، ذلك الدعاء الخالد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. كلما استمع إلى هذا النداء وهذا الدعاء بعد عودته من الحج لا شك تتفجر لديه تلك العبارات، تتفجر فيه وتتدفق تلك المعاني والعبرات أيضا من عينيه، ويتذكر ذلك النداء الخالد الذي لازمه مدة طويلة في أعمال الحج. يتذكر أيضا ذلك الطواف، أو قبل ذلك رؤيته، يتذكر رؤيته الكعبة الشريفة، تلك الرؤية التي لا ينساها طول العمر. يتذكر ذلك الطواف، يطوف كما تطوف الملائكة في السماء، وهو يقبل أو يستلم الحجر الأسود إن استطاع. يعني تلك العلاقة بين البشر والحجر يعني عبر عنها عمر بن الخطاب في قوله حينما شرع في الطواف، بدأ قبل أن يستلم الحجر خاطب الحجر قائلا له: يا حجر والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. ثم يطوف ذلك الطواف الذي لا ينساه، السعي بين الصفا والمروة، ويتذكر، يعود ذهنه إلى ذلك التاريخ القديم، إلى
يعني سنوات طويلة بل إلى قرون. يتذكر والدة إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهي تسعى يعني تصل وتجول بين الصفا والمروة، هاجر باحثة عن أي وجه أو أي مظهر من مظاهر الحياة إنقاذا لحياتها ولحياة ولدها. يعني وكذلك الوقوف بعرفة، ذلك اليوم العظيم الذي يشبه يوم القيامة، يشبه يوم النشور، حيث يجتمع جميع الحجاج كلهم يعني يلهجون بالدعاء ويذكرون الله عز وجل ويقرؤون القرآن ويصلون ويدعون ويتذكرون ويسبحون، ذكريات لا تنسى إطلاقا. يتذكر أيضا وهو في يوم النحر وهو يرمي الحجرات، يعني رمي حجرة العقبة، جمرة العقبة الكبرى، وكذلك وهو ينحر وهو يحلق أو يقصر وهو يطوف بعد ذلك طواف الإفاضة اللي هو طواف الحج. ويتذكر أيضا زيارته للمسجد النبوي الشريف وصلاته بالروضة الشريفة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يتذكر وهو يقف بقرب النبي صلى الله عليه وسلم مسلما عليه، هذا الذي ربما لم تتاح هذه الفرصة لملايين من البشر، ولكن يقول أنا العبد الضعيف كيف اصطفاني الله عز وجل وأقف الآن بجوار قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنا أسلم عليه. وكل الناس يعني معروفة متواتر يقول سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر في أحد المرات أخي أحمد واحد يعني رحمه الله كان فقيرا جدا لا يستطيع أن يحج، وبعدين ونحن نودعه فقال قولوا الرسول صلى الله عليه وسلم الله غالب، يعني قالها بكل يعني تلقائية قل الله غالب. طبعا كان يبكي وكنا نبكي أيضا معه، الله غالب يعني كنت قادرا ماديا لا وقفت عند قبره، لا زرت المسجد النبوي، لا أديت شعائر الحج. كذلك يسلم أيضا على صاحبيه علي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وتلك الصلوات في المسجد النبوي، وهو يقف أيضا في البقيع يعني يسلم على أهل البقيع أكثر من 10,000 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يتذكر أولئك الصحابة الأوفياء الأنقياء الأتقياء الذين يعني رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، تربوا في حضنه فكانوا خير الرجال، وقد رضي الله عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآيات. أيضا يزور مسجد قباء أول مسجد في الإسلام ويصلي ركعتين ومسجد القبلتين، كل هذه ذكريات. ويقف أيضا مسلما على شهداء أحد على رأسهم حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء. فكل هذه الذكريات لا يمكن تنقش في ذهنه وفي قلبه، ولكن نتمنى أن تكون هذه منبهات تنبهه، لأن هذه الأعمال أقول أخي أحمد قناعتي في هذا المجال، هذه الأعمال الجليلة التي يؤديها الحاج لا تضمن. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس للحج يعني الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. حديث صحيح، ولكن نسأل الله القبول. آمين. وهذه الأعمال هي مرشحات للغفران، ويؤكد على هذا المعنى جميع الأعمال التي يقدمها الحاج ما هي إلا مرشحات للغفران، كأنه قدم ملفا إلى رب العزة سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يسأل الله القبول ويسأل الله دوام النعم وتمامها. ما الذي رسخ في ذهن الدكتور سعيد بوزري في هذه الرحلة شيء لا ينسى أبدا؟ الوقوف بعرفة، هذا الذي لا أنساه إلى نهاية العمر إطلاقا، لأنه فعلا يتذكر الإنسان يوم الحشر. وذلك اليوم ذكرني بمعنى عميق أن الإنسان لا يملك إلا حياة واحدة، إذا أحسن استثمارها كان من الفائزين، وإذا ضيعها ضاع كل شيء. ما عندناش فرصة أخرى للحياة يا أخي أحمد، هذا المعنى يجب أن لا يغيب عن الأذهان. يعني حينما تقوم يوم القيامة خلاص بعد النفخ في الصور انتهى كل شيء، ما عندناش فرصة أخرى لنعود إلى الحياة لنستدرك الفائتات أو الفوائد. لذلك يوم عرفة يوم خالد يوم لا ينسى. بارك الله فيك، شكرا جزيلا دكتور سعيد بوزري على هذه المرافقة. أردنا أن نتذكر لأنه الكثير ما يعلق بالقلب ويربطنا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وبالأماكن وبالشعائر وبطاعة الله سبحانه وتعالى في هذه البقاع هو الذي يربطنا وجدانيا به، نحاول أن نستذكره ونتذكره. على بركة الله مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة نستقبل مكالماتكم الهاتفية عبر الأرقام التي تظهر عبر الشاشة في الحين. كمال
هذه أرقام الهاتف، تواصلوا معنا ونحن في خدمتكم. نذكر فقط أن البريد الإلكتروني للبرنامج نتفاعل خلاله معكم كل سبت في برنامج خاص يجيب عن أسئلتكم عبر البريد الإلكتروني وعبر البريد العادي. بسم الله دكتور، إلى بعض المتبقيات أو البواقي من الأسئلة. أختنا فتيحة من بومرداس تعلم قضيتها وتفضل بالإجابة. نعم، أختنا فتيحة من بومرداس من الأحد الماضي. من الأحد الماضي، نعم. أنا كنت غايب. نعم. فسألتنا 3 أسئلة أخي أحمد. السؤال الأول قال: تزوجت وعمري 20 سنة. كانت لدي مشاكل كثيرة مع زوجي إلى درجة أنها صارت تعيش اكتئابا رهيبا. هي حامل، تقول أريد إسقاط الحمل، وتقول أحيانا أريد أن أموت، وتقول أفكر في الانتحار، وتقول لا أحب أن أصلي. يعني عبرت عن شعورها وحاولت أن تشخص يعني حالتها النفسية. تحتاج إلى بعض التوجيهات بنتنا فتيحة، فأقول لها وبالله التوفيق. أما كون المشاكل في الحياة الزوجية هذا أمر عادي، ولكن المطلوب فقط أن الزوج والزوجة يتعاونوا. هذه المشاكل تتحول إلى سعادة، تدريب عملي تطبيقي للزوجين باش يواجهوا الحياة. والحياة عامرة بالمفاجئات، عامرة بالمشكلات، عامرة بالعقبات، والحياة من خصائصها أن تكون كذلك. الإنسان ما يلزمش يتصور أنه عايش في الجنة. فقط في الجنة كما قال ربنا سبحانه: لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولكن من خصائص الدنيا المشاكل. خلينا نتفكر واحد شاعر قالها زمان. هو الناس تخاف المشاكل، هو قال لهم لا، المشاكل مليحة، حنا نعبروا عليها بالدارجة الجزائرية، يقول لك مكل محنة تزيد في العقل. صح، مكل محنة زيد في العقل. وهذا قال: جزى الله المشاكل كل خير ففي قلبها ولد الرجال. يا سلام. يعني تمحص الناس رجال ونساء. عليك إذن بالصبر. وكونك تقول لي مكتئبة، الاكتئاب علاجه في كتاب الله عز وجل ابتداء. قرأي آيات السكينة. رب سبحانه يقول: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اقرأي سورة يوسف، يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام تبشرنا بأن القارئ أو المحزون الذي يقرأ سورة يوسف يذهب عنه الحزن ويذهب عنه الحزن. اقرأي سورة البقرة، اقرأي آيات السكينة، اقرأي سورة الفاتحة التي تسمى الشافية الكافية الوافية. كذلك قولها تقول: أنا أفكر في الانتحار. الانتحار ممنوع. يعني تصوري بلغة الحساب، إذا كان الإنسان خسر حياته كاملة، فقدها تماما، يعني حياة عامرة بالمشاكل بالهموم. يعني يا أختي فاتحة، ديري كما يقولوا موازنات. إذا الدنيا كاملة راحت لك، ما يلزمش تضيعي الآخرة. لا يصح أن تضيع الآخرة. قلنا قبل حين أن الدنيا راهي حياة واحدة، ما عندناش زوج فرص نعيشها في هذه الحياة. إذن هذا نفترض يعني كما يقولوا الأقصى الاحتمالات. إذا كانت كل حياتك كلها سوداء، كلها هموم ومشاكل، ما يلزمش تضيعي الآخرة. كيفاش تضيعي الآخرة؟ بقتل النفس. هو ربي الذي خلقنا قال: ما تقتلوش أرواحكم. الإنسان ماشي هو اللي خلق روحه باش كما يقولوا يضع حدا لحياته، كما يقول البعض، يقول لك أضع حدا لحياتي. بأي حق تقرر هذا القرار الخطير؟ ربي يقول في القرآن الكريم: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب، أما قولك الإجهاض، هذه إسقاط الحمل لا يجوز، هذه جريمة أخرى، هذه عندها غرة. كاين دية إسقاط الجنين، وإسقاط الجنين جريمة فيها عدوان على حق الجنين في الحياة. كما أنت تعيشي والناس كلها تعيش، ما عندكش حق إطلاقا باش دير الإجهاض. الإجهاض حرام، جريمة من الناحية الشرعية وجريمة من الناحية القانونية. أما قولك لا أحب أن أصلي، هنا غلبك الشيطان. وطبعا الصلاة هي المصدر الأساس الذي يعني تأخذين منه الطاقة والقوة والسعادة والسكينة، وبعدين أنت تروحي تضيعي صلاة. لا، بالعكس، الصلاة هي معراج المؤمن والمؤمنة يوميا 5 مرات. معراج الروح إلى رب العزة سبحانه وتعالى. إياك أن تتركي الصلاة، وتركك للصلاة معناها الضياع. ربي يحفظك وينصرك إن شاء الله. في أسئلة أخرى إذا كان فيه مكالمة سعدية وسارة، سنعود للأسئلة بعد المكالمة. على بركة الله نبدأ باستقبال المكالمات الهاتفية. البويرة. أخت سعدية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك الحاجة. ورحمة الله. سؤال. نخدم فيني سقسيين سقدايليت. تفضلي الحاجة سعدي. مرحبا. لا تسلم. أدي نسلم مليح مرحبا على السلامة. أستقسيام زوارو. حبايش الخير سقسيام زوارو صمتوت. تسجلت يقيم ذو مغاري صغورس. بنت ثلاثي تلاوين يغلي الرز بنت ثلاثي تلاوين. ماريلين وراويس ثلاوين وراويس ماريلي ولا هراويس بنت ما يجوز نغالا. فهمت؟ ذا مغارس يا أخي ذا مغارس ماشي لرقازيس. ماشي لرقازيس سجلت أنت تسجلت. تسجلت. ها أسقسي ويظنين. أيوة. وين راه دياوين المعاونة سي تشغيل الشباب ما بالحلال ناض الحرام. معاونة تشغيل الشباب باش غادي يخدم المشروع غادي يخدم تجارة. دياويتي ماشينين هذه خير. نعم. أسقسي كيفي دار الصعرف. ويسن ستارف. في قبايلي في من ثورة. ثورة كان عندنا وسط قبايلي ستارف. ثورة. إن شاء الله. هذا ويظنين. معليش. لا يود. تم غارف اسمي لو مغارس لا سب لا يست رمضان. ايوا. اسمي موت ولا لا تحسبي مانيس لا يتقار ما الا واش سرات تفذوغ نغالا. يوم غارس الا يهلك نغ يست رمضان كان كان. وري شارع بالك نشافك نشوف. استقسي. واضح سليغاس مليح. وايضنين وصار بعد سمحتيش طرف الاول. اسمع. سقسي وايضنين ندارو ثلاث مغارف 81 سنه بالعمري. سجلوا السناقي الا نتاد ذمي سي ثلاث دخان بغانتي سي سته وين تتبدل مضيق ثوب الا سقار كان ما تكفى العده. باش راه ديني ديال الشرع. بارك الله فيك. الله يبارك. بارك الله فيكم. الله يبارك. يكون يشوف حارطي. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يما سعدية. بارك الله فيك. أختنا سارة لمسان. الو. السلام عليكم. الو مساء الخير الاخ. مساء النور مرحبا بك. سؤالك مساء الخير فضيلة الشيخ. مساء الخير مرحبا. سؤالك خويا عندي سؤال. تفضلي به. عندي الاخ نتاعي توفى في حادث مرور وذاك الشخص اللي سبب في وفاة الشخص اخي تاع الندية وما قالوا لنا الدية يسالوا فيها حتى الاعمام. حبيت نعرف اسكو الاعمام يسالوا ولا لا. الدية هذه قدموها اللي ارتكبوا الحادث من أموالهم يعني من أموال القاتل وعاقلته وأسرته الكبيرة ولا هذاك المبلغ اللي جاي من شركة التأمين؟ لا من عائلة ذاك الشخص. أيوة. هل ترى الأعمام عندهم حق؟ والسؤال الثاني حول زيارة القبور يوم العيد. نعم بارك الله فيك. وبارك الله فيكم أخي. شكرا. الله يبارك فيك. شكرا أخت سارة ويحفظك. فتيحة استكمل شيخنا. سؤالها الثاني أخي أحمد. تفضل. سألت سؤال كيف أقترب من الله. سؤال يعني يجيب عن السؤال الأول في الحقيقة. تقتربين إلى الله عز وجل أولا بالصلاة. قلنا الصلاة هي معراج روح المؤمن يوميا 5 مرات. هذا رقم 1. رقم 2 تقتربين الله عز وجل بالطاعات ومختلف الأعمال الصالحة. ربي قال في القرآن الكريم في أواخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح مطلقا سواء الأعمال الصالحة يعني الطاعات والقربات والصدقات وش كذلك مساعدة الفقراء والمساكين والإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى الزوج وطاعة الزوج والإحسان إلى الجيران. كل هذه الأعمال والله يا ريت الإنسان يعني حياته كامل يفوتها في الخير. صح. الإنسان يدير الخير يكون مرتاح ما عندوش تأنيب ضمير. أما الإنسان الذي ارتكب المظالم سيندم لا محالة في الدنيا قبل الآخرة. لذلك الإنسان يدير الأعمال هذه تقرب من الله سبحانه وتعالى ويعني يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا إلى كثير من وجوه الخير. سؤال الثالث أخي أحمد. تقول أبي يقول لأمي أنت طالق أكثر من طلاق ويعيش معها في منزل واحد. يقول أصيب بصدمة وكذا إلى آخره. حاول هذا خلل تقول يعني أصيب بصدمة أو هي أصيبت بصدمة. فالمهم أنه موضوع الطلاق هذا واش نقوله يعني في الحقيقة لازم هو اللي يسأل. في موضوع الطلاق في كل مرة ننبه
إلى ضرورة تقديم المعطيات الدقيقة. بارك الله فيك. وقت فاتحة إذا قالها مثلا أنت طالق طالق طالق، هذا الكلام قالوا في مجلس واحد يعد طلقة واحدة رجعية، نقول له رجعها في فترة العدة قبل ما تفوت ويعتبر طلقة واحدة رجعية. طيب أما إذا كان قالها أنت طالق وبعدين بعد يومين رجعها، بعد ذلك زاد طلقها تعتبر طلقة ثانية رجعية. إذا كان بعد شهر ولا شهرين زاد طلقها تعتبر طلقة ثالثة بائنة تبين منه. لذلك ننبه إلى أمرين: الأمر الأول ضرورة تقديم المعطيات الدقيقة من أجل الاستماع إلى الفتوى الدقيقة المناسبة للمعطيات. الأمر الثاني ننبه إلى ضرورة الابتعاد عن هذه المصطلحات. لذلك كثير من الرجال يا أخي أحمد تحللهم هذه الكلمة يا عجبا، ما كيش القواميس ولا شيء اللي في دماغه ما عنده غير هذه الكلمة الدور. اللغات حبست يعني. حبست كل حاجة مربوطة بطلاق. إذا جت يماك فأنت طالق، إذا كان الطفل خسر السيزيام أنت طالق، إذا كان فريق رياضي ربما يسيبورتي فيه إذا كان خسر أنت طالق، إذا المشروع نتاعو خسر أنت طالق، إذا دار حادث سيارة يقول المرأة هي طالق. على هذا الطلاق ابتعدوا تزوجتوا ماشي باش تطلقوا. مهما كان قرار الزواج صعبا فإن قرار الطلاق أصعب، يكفي أنه أبغض الحال عند الله عز وجل. أحسن الله إليك شيخنا، شكرا جزيلا. عبد الرحيم من باتنا سنجيبه بعد قليل. لما سعدية في سؤالها وتفضل بإجابتها. معلش شيخنا مباشرة باللغة لا مزاغية حتى نستثمر في الوقت. نعم. ثم توثاقي ثنى تسجلت نتساثيك خدمن في مغاريس مالا نوراويس نتسال الحقيقة أمغار مثموثة استمغارث ما تشيد العيف باش يعاود الجواج خاطر توصرا نغدا ولاقي خاطر لا نوراش يعني يتساوين بابا السن ما إلا ثموث يعني يمثسن وسقبل النار يعني يسخدم الحفظ من القرآن باش يتعاود على جواج نتا توصرا ربي القرآن ندهن لباس لكم وأنتم لباس لهن هذا. ولكن ما إلا يسعى ظروف يعني وريزمير لا وقف كالحال ذراويس أكو ذي السيس يعني مدينة غراويس ما الذكور ما الإناث ما إلا ولاش ولا تنساث لا حرج في ذلك. يعني الضرورة تبيح المحظورات في القاعدة ديال الفقه الإسلامي باش يريد تضاعر ومغارني أمغار ثمار ثم إلا دقخام وإلا قرى الضعن نكون ما ذي الشرعي النغ ما ذي جدي النغ يمغارن إلا قد سعون القدار إلا قد سعون القيمة وين ريق الشن فلاسن يسال جرذام قرنا السادس تجد يوثن تموسني إلا قد سعونو كذا كيسعني موضان خاطر مغارني وتشوفارد فوسي ساكن الله غالب مرحبا ستك شي ربي أقلي ذا موضين غليغ دياراون مثل ما إلا ثوا شولت تفاميل تورفيذ لا راه مغارني ناثا مغارتني ولا ثير فذم نغا هذا خممنا ثاون سخام كمغارن دار العجزة ثقي العيب وتسيقفيل لا شرع وتسقفيل ثناصيثنا ناثا جديثنا. السؤال الثاني اللي يخدموا مع تشغيل الشباب طلبت الاقتصادية باش نقولوها بالجو بالعربية يجيبوا الماشينات يعني نساء مثلا يجيبوا الماشينات. الجواب وين يكون الفائدة الربا والفائدة خاطر هذه المشاريع كلها مربوطة بالفائدة فائدة ما تهمناش النسبة المئوية وين تكون هذه النسبة لا يجوز خاطر شرع ربي سبحانه حرم الربا يعتبر ربا ولكن شرع ربي سبحانه اللي حرم هذه المعاملات الربوية فتح مجال يقول لي كن في الضرورة وني لان الله غالب غلقنتك فلست بورا ما درجة زي ما تمطوث واليوفارة والخدمة واليوفارة نسد القوت الحلال لم يجد إلا هذا الطريق لا حرج عليه أن يلجأ إلى هذه المؤسسة الوطنية لأخذ هذه الآلات الاستفادة من هذه الآلات من أجل إنجاز مشروع معين مثلا في الخياطة ولا في أي مشروع استثماري آخر عملا بقوله تعالى في سورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. معنى ربنا من فوق السبع الطباق يقول فلا إثم عليه ما عندوش إذن لأنه كان في حالة الضرورة. وفقهاؤنا الأجلاء جابوا لنا قواعد ذهبية تترجم تلك النصوص الواردة في الكتاب والسنة. من هذه القواعد الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة الضرورات تقدر بقدرها إلى غيرها من القواعد إذا ضاق الأمر اتسع وغيرها من القواعد. السؤال الثالث تقول عجوزة مرأة كانت تطيب زوجها في رمضان ويأكل
سألتها هل ترى كان مريض؟ للأسف قالت موش مريض. للأسف. حنا نقول طبعا ربي سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معناتها هذاك الإنسان اللي بغى يأكل رمضان بلا السبة لا يجوز، هذا حرام، يعتبر منتهكا لحرمة رمضان، يتعدى في الحرمة الرمضان. ونكون يثمورث الله يبارك نزرب لي نحصى رمضان يسعى غزال يسعى القيمة ثم قرانت ذي العيب في الناس ذي الحرام ما ذي الشرع ذي العيب ذي المجتمع باش يوني تعدي في الحرمة رمضان. وإذا غادي السيف ثم طوثيس أو قد سيفا السنة يتسبض معنا لازم الطيبين باش ناكل تعصيه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. استغروال أخطر ولا قارن استغوالي ورقازيس باش تعصوا ربي سبحانه عز وجل. لكن قارس قبيري ثم ثوار الشتوى أدف كذفل معناتها إلا قاتلي مقاومة تقيم الثقواليس واستغروال. ولكن مادام هي دارت انت تخدم الشياقي يعني السباس ثورة غادي نيني لها كانت التوبة. التوبة إن شاء الله تعالى كافية أتسندم فين تخدم أتستوفر سيدي ربي وذي قبل ربي التوبين. السؤال الأخير سؤال العدة. تقول في عجوز عندها 81 سنة طارمت مؤخرا وكذا وقال لك بناتها بغاو يديوها يعني باش. طيب العدة الشرعية ليست سجنا، يعني العدة الشرعية كما تشي ذي الحبس خاطر لن تلاوي من الميموت ومغارس إذا غاتسوالا مثلنا كنا مثل محبوس أتحبسي من سكين بخان ورث تفا ورث تصالصا ورث تروح رطفيف ذا كذلك ما إلا في الجنازة وتروح راه كل شيء يسوحدس تصرفيط يسوحدس صافون يسوحدس ألا سوى موضين يهلكن ومقارن الهلكات اللي يلحون سقوا غروا الأمراض المعدية هذيك اللي لازم تحتفظ بأدواتها الخاصة. ولكن هذه ما فيهاش حرج. لا شدنيني أتقيم الأصل أتقيم دقخام بورغازيس أن يموت. القاعدة سينا تقيم دقخام بيت الزوجية أن يموت ومغارسا التي ديجا وين خلاها. ولكن إذا كان يعني استضافتها بنتها باش تغير الجو كما نقولوا فليس في ذلك حرج. أما القاعدة العامة تدخل قبل المغربي باستمرار إلى أن تنتهي العدة المقدرة ب4 شهور و10 أيام. سارة تتحدث وتسأل عن عائلتها وأعمامها الذين يطلبون حقهم فيما دفع لهم من دية أخيه. الأخت سارة من تلمسان نفيدك بما يأتي بيانه. سألتك يا الأخت سارة هل هذه الدية الشرعية اللي قدمتها عائلة القاتل يعني القاتل وعائلته؟ قلت نعم. الجواب هذه الدية الشرعية توزع طبقا لقواعد الميراث، يعني نطبقوا عليها الفريضة الشرعية ونطبقوا فيها قواعد الحجب. نعطي لك مثال، إذا كان هذا اللي مات عنده مثلا خلى يماه وخلى بنته وخلى أخته خلى أخوه مثلا، نقولوا باللي الأم ترث السدس والبنت ترث النصف، إذا خلى الزوجة ترث الثمن والباقي يروح الأخ والأخت. الأعمام هنا ما يورثوش. تقول لي علاش؟ نقولوا لك لأن الأعمام محجوبين حجب حرمان. شكون اللي حجبهم؟ الأخ الشقيق، لأن الأخوة مقدمة على العمومة. أيوة. إذن باختصار نقول لك يا أختنا سارة نطبقوا قواعد الميراث. إذا كان سألتينا أعطيتينا الورثة نعطيو لك الجواب الدقيق أشكون يورث أشكون ما يورثش. أما هكذا فقط الأعمام يطلبوا بغير وجه حق فلا. إذا عندهم الحق الله يبارك يشوفوا الفريضة حسب تشكيلة الورثة. إذا ما عندهمش الحق ليس لهم الحق في المطالبة بنصيب في الدية. أعياد وزيارة قبور دكتور. الأعياد اسمه يكفي، اسمه يكفي. عيد معنى للفرح للسرور للحضور للذكر للصلاة للتغافر للتسامح، لا لإطلاق الدموع لا لزيارة الموتى. هذه كقاعدة عامة. ما يلزمش واحد يعني في نهار العيد باش يفرح ويعبد ربي ويسبح وكذا يروح للمقبرة وثم يبدأ يبكي ويندب. وكان منهم اللي يرتكبوا يعني حماقات ويرتكبوا بدع يعني كثيرة في هذا المجال. فبالتالي نقولوا الأعياد ما شرعت فيها هذه الأمور، هذه كقاعدة عامة. فبالتالي الأصل أنه لا تكون الزيارة في العيد. ولكن إذا كان عنده إنسان ظرف من الظروف معينة، ظرف معين، مثلا يكون الإنسان راح للدشرة نتاعو في نهار العيد عيد ثم وعلى باله غدوة من ذاك باكرا يروح يسافر، فبالتالي ما لا يرجع لمكان عمله لا حرج
أنه يروح يعني يزور قبر باباه ولا قبر جده ولا يترحم عليه، ملتزما في ذلك بأداب زيارة القبور. النبي عليه الصلاة والسلام نعم في أحاديث على الرجال، في أحاديث على النساء، خاصة زوارة القبور. يعني طبعا هذا الفهم الدقيق الصحيح لهذا الحديث، النساء اللائي يكثرن من زيارة القبور. أما الذين استنبطوا عدم الجواز من هذا الحديث لا أرى ذلك صوابا بكل صراحة، لأن الاتعاظ أو الاعتبار كما يكون الرجال يكون النساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الإنسان يروح لثم يتذكر الآخرة، يتذكر الأموات كرجال كنساء. كما ذاك أتيت القبور فناديتها فأين المعظم فيك والمحتقر، وأين المذل بسلطانه، وأين المزكى إذا ما افتخر، تساووا جميعا وماتوا جميعا ومات الأثر، إلى أن يقول تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الأثر، إلى أن قال يعني في الأخير قصيدة طويلة يعني لا أخذ بها الوقت، يعني يوجه الاعتبار، يقول الذي يزور القبور عليه أن يعتبر، كما قال عمر بن الخطاب قال كلما سمعت الناس تقول مات فلان مات فلان، هكذا نقول جميعا. يقول عمر إلا وقلت لنفسي يا نفسي سيأتي يوم يقول الناس مات عمر مات عمر. أحسن الله إليك، ربي يبارك فيك وشكرا جزيلا على ما تفضلت به. إلى سؤال عبد الرحيم من باتنا، يسأل سؤال، نبدأ بسؤال الأول: متى ينتهي وقت صلاة الوتر؟ نعم، أولا صلاة الوتر يا أخي عبد الرحيم سنة مؤكدة، ولها وقتان: وقت اختياري ووقت ضروري. صلاة الوتر لها وقتان: وقت اختياري ووقت ضروري. أما الوقت الاختياري يبدأ من وقت العشاء أو من وقت غياب الشفق الأحمر، ويمتد إلى غاية الصبح، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره، يقول أوتروا قبل الصبح. إذن يا أخي عبد الرحيم الوقت الاختياري يبدأ من غياب الشفق الأحمر من العشاء، ويمتد إلى غاية صلاة الصبح، إلى غاية طلوع الفجر، إلى غاية طلوع الفجر. أما الوقت الضروري يبدأ من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، طبعا وقت وجيز، من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح. الإنسان يقدر يصليه مثلا صلاة الفجر إذا كان الأذان أنا راه مثلا في 5:30، حسب طبعا كل ولاية كيفاه، 5:30 الإنسان يقدر يصلي الوتر نتاعو 25 25 5:15 5، يعني من العشاء إلى غاية 5 و5:30 تقريبا. هذا وقت اختياري، يعني في أي وقت صلى فصلاته صحيحة عادي. ولكن الوقت الضروري يبدأ من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، فإذا أدى صلاة الصبح خلاص، إذا صلى الوتر بعد ذلك يعتبر قضاء، فبالتالي لازم يصلي في ذلك الوقت الضروري. لذلك أثير عن عمر بن الخطاب أنه كان يؤخر صلاة الوتر إلى نهاية الليل، ولكن أبو بكر الصديق كان يصلي صلاة الوتر حينما يأوي إلى فراشه، وفي كل خير. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. عبد الرحيم يسأل: ماتت ابنة عمي تاركة زوجا، أخا شقيقا، عما، أختين شقيقتين، بنتين وأم، ما نصيب كل وارث؟ زوج، أخ شقيق، عم، أختين شقيقتين شقيقين أو أختين شقيقتين، بنتين وأم. أخ عبد الرحيم ركز معي. إذا كان عندك قلم وورقة الأفضل تكتب. أنا بديت نكتب. الله يبارك. الزوج هنا يرث الربح طبعا لوجود الفرع الوارث، لوجود البنتين. والأخ الشقيق مع الأختين الشقيقتين يديو الباقي تعصيبا. الشيء اللي بقى إذا بقي العم الشقيق محجوب حجب حرمان بالأخ الشقيق، أيضا محجوب حجب حرمان بالأختين اللتين تعصبتا مع البنتين، فصارت في مقام الأخ الشقيق إرثا وحجبا، هذه اسمه العصبة مع الغير. البنتان عندهم ثلثي التركة، يعني 2/3. الأم عندها السدس لسببين: السبب الأول لوجود البنتين، لوجود الفرع الوارث،
السبب الثاني لوجود جمع من الإخوة، يعني الأخ الشقيق مع الأختين الشقيقتين. إذن نعود أخي عبد الرحيم، الزوج عنده الربع من ميراث زوجته، الأخ الشقيق مع الأختين الشقيقتين لهم الباقي تعصيبا، العم الشقيق محجوب حجب حرمان بالأخ، البنتان عندهم الثلثين، الأم عندها السدس. نزيد نكمل لك في المسألة. أصل المسألة هو 12. أصل المسألة هو 12. الزوج يرث ربع 12 معناه 3 أسهم. البنتان عندهم ثلثي 12 معناه 12 في 2 على 3 معناه عندهم 8 أسهم. والأم عندها السدس، سدس 12 معناه 2. الآن واش بقى الأخ الشقيق والأختان الشقيقتين؟ نشوفوا واش بقى. كي نجمعوا 3 أسهم نتاع الزوج و8 نتاع البنتين معناها 11، وكي نزيدوا 2 نتاع الأم ولاو 13. يا أخي هنا المسألة عائلة، يعني عائلة أكثر من أصل المسألة. فبالتالي احنا واش نقولوا هنا؟ يولي أصل المسألة الجديد اللي لازم يطبق عليه الخبير كي يروح يقسم لهم تركة ما يقسمش التركة على 12. مثلا إذا كان خلى مثلا 130 مليون ما يقسمهاش على 12، لا، لأن المسألة عالت من 12 إلى 13، لازم يقسمها الخبير على 13. إذا كان 130 مليون على 13 من 10 ملايين، هذا قيمة السهم الواحد. الزوج عنده 3 في 10 30 مليون، البنتان عندهم 8 في 10 80 مليون مقسوم على 2 40 مليون، الأم عندها 2 في 10 عندها 20 مليون. خلاص التركة راحت. احنا قلنا قبل حين الأخ الشقيق مع الأختين عندهم الباقي تعصيبا، ولكن هذه من مغامرات الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات مع انتهى العصابة. إذا بقى يديو، إلا ما بقاش يدعوا بالخير، دعوة الخير عليهم بالصبر الجميل. معناه سقطوا ما بقى لهم ولا شيء، لا يرثون شيئا. السبب لماذا؟ لأن المسألة عائلة واستغرقت جميع الأسهم نتاع التركة. بارك الله فيك يا دكتور. الحقيقة أذكر فقط ببعض التفاصيل بالنسبة لمشاهدينا الذين لديهم خلل في بعض الإجابات. تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني الذي يظهر عبر الشاشة. كمال البريد الإلكتروني للبرنامج، أرقام الاتصال معكم عبر المباشر والبريد الإلكتروني. تواصلوا معنا، اطرحوا الأمور التي لا تبدو واضحة، وسنعود إن شاء الله نعود إليها معكم في أعدادنا المقبلة. صالح من البليدة، ثمة اتصال كمال؟ صالح من أمة الله من أين؟ أمة الله ميلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك. سؤالك أخت أمة الله؟ أخت أمة الله تفضلي أخت أمة الله، أسمعك. سؤالك. شيخ عندي سؤال. تفضلي. أنا كل ما نحبها كان نلتزم تخشني وساوس. نعم أخت أمة الله. شيخ أنا هكا شغل من قبل كانت عندي هكا نحب نستسر الأمور دينية، من بعد كتبت كل شيء يجيني في نزل شغل إني كفرت سكت لي في جسد. إيه؟ يجيني إني كتبت أي حاجة إنه كفر في أي حاجة. من بعد كمهم تجوز هذيك المراحل كامل. أكتنا في خويا. أيوه نعم. ساعي تطبق مهم بشوي لدرجة إنه قريت واحد الخطرة هكا في جرنان انتشار ظاهرة عدد الشياطين. شتي وسوس لي بليف إني أنا بذاتي خرجت في الطريق وسوس لهالدرجة إني بالك أنا ثاني عبدته وأنا والله العظيم لكن في خويا. إن شاء الله واضح أخت أمة الله. وبكا هكذا خشني شك إني كنت سمعت إنه الكافر اللي عرفت على المصحف جاتني نفسي إني أنا درتها أنا والله ما درتها، وهيك نفسي تخيل لي إني درت هذيك الحاجة. طيب واضح إن شاء الله انشغالك أخت أمة الله. بارك الله فيك. شيخ. نعم. يقول لك إنه اللي يعرف على المصحف إنه كافر وإنه ربي ما قبلش توبته، هل هذا صح؟ من؟ اللي مثلا واحد يعرف على المصحف كافر وربي ما يقبلش توبته، هل هذا صح؟ طيب نجاوبوك إن شاء الله أخت أمة الله. وما تفسير آية يقول لكم والذين يكفرون بعد إيمانهم ما نفعل. شكرا أمة الله. صالح من البوليدة. من معسكر؟
سيدة أم محمد معسكر. السلام عليكم. الو. وعليكم السلام، مرحبا بك سيدتي. عندي زوج تاع سؤالين. تفضلي بهم سيدة أم محمد. السؤال الاول، كنت انا نعرف الدين ونعرف شق الربي وشق محمد، نتبعكم ونتبع الدين ونتبع. أيوة. هي كي مات اختي روحت على باش هكا نعظم نزور فيها ونلقى العزايا وكاع. إيه. طردوني ولادها. أيوة، وأنت خالتهم. كي طردوني ولادها وليت من المقابر ما ندهمش دارهم. هاك تسمع فيا؟ أيوة. هي كي نهار مرضت بنتها قلت انا مسامح كريم واللي يوقف على المرض احسن، ودرت على خاطر ربي. بغيت نوقف على بنتها بلعت الباب في وجهي وطردتني. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدة أم محمد. يجاوبك إن شاء الله دكتور على ما تفضلت به. صالح من البداية يسأل ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ نعم، ربي قال في القرآن الكريم فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. الجواب طبعا جوابك باختصار أخي صالح قول كالآتي: الهدي مع الأضحية عندهم قواسم مشتركة وعندهم نقاط اختلاف. من نقاط الاختلاف أن الهدي يقدمه الحاج الحاج المقرن والمتمتع. اسمع الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذه رقم واحد. أما الأضحية يقدمها أي واحد اللي يكون خارج الحج ما يكونش هناك. رقم اثنين أن الهدي الذي لم يجد هديا ما قدرش كيفاش يعوضها، كيفاش يرقع هذه المسألة. يرقعها كالآتي: 3 أيام يصومهم ثم في الحج، و7 إذا رجعتم، يعني 7 أيام كي يرجع إلى أهله إلى بلده. معنى كذا يرقع. اللي دخل بالقران واللي دخل بالتمتع وما لقاش ما قدرش يقدم هدي هناك، يعني يوم النحر يعني يوم العيد يوم الحج الأكبر أو في أيام التشريق، إذا ما قدرش خاصة في يوم العيد، إذا ما قدرش عنده أحد الخيارات: يا إما يعني إذا لم يجد يصوم هناك 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع. ولكن وكذلك أنه الهدي هذا واجب على المتمتع وعلى القارن. ولكن بالنسبة للأضحية، الأضحية نقول هي السنة مؤكدة، يعني هذا القول المشهور عند العلماء. هناك من قال بالوجوب، ولكن المشهور عند أهل العلم أن الأضحية التي يضحي بها الناس يعني خارج بيت الله الحرام هذه تعتبر سنة مؤكدة. ثم أن الهدي من المفارقات، الهدي يجب أن يتم هناك إما في منى أو في الحرم، يعني في مكة في الحرم. ما يقدرش يقدم هدي مثلا في الحراش ولا يروح الوهران ولا يروح لتونس ولا لأي بلد آخر، لا، هناك كائن أضحية. طبعا الحاج لازم يقدم الهدي نتاعو في هذه البقاع في منى أو في الحرم. أما الأضحية في كل مكان، في كل مكان. هذه من المفارقات. ومن المشتركات أن هذه الكبش الذي يضحى به يجب أن توفر فيه الشروط. هذه الشروط ولا هذيك الهدي ولا هذيك الأضحية ما لازمش تكون لا صماء ولا بكماء ولا عرجاء ولا عجفاء ولا قرناء إلى آخره. يعني العلماء يذكرون شروطا لعلنا نتحدث عنها بالتفصيل يعني في مستقبل الأيام. بارك الله فيك. هل تصح العمرة عن والدي المتوفى في أشهر الحج؟ يقول صالح. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أم المؤمنين، وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمرات، إحداهن في شوال، لأنه الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة والحجة، يعني إحداهن كانت في شوال و2 كانتا في ذي القعدة. إذن بصريح هذا الحديث الذي روته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أخرجه الإمام مالك وغيره، حديث صحيح يثبت ثابت بدليل هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر هذه العمرات، إحداهن كانت في شوال و2 كانتا في ذي القعدة، وشوال وذي القعدة هذول من أشهر الحج. ولكن فقط الحاج لا يأتي بعمرة جديدة الباباه الذي توفي إلا بعد الفراغ من الحج.
كي يكمل كاع الحاج ويخلصوا أيام التشريق وما شاء الله بقات له ثم أيام، يومين 3 أيام 4 أيام السمانة، واش بقى له؟ يجوز له باش يجيب عمرة، يروح المسجد التنعيم ولا مسجد السيدة عائشة أم المؤمنين ياخذ الإحرام من هناك، يدير نية الإحرام من هناك ويهدي تلك العمرة لأبيه المتوفى رحمه الله. الله يحسن إليك، شكرا جزيلا شيخنا. لأن الميقات الزماني للعمرة يستغرق كل السنة، مش كما الحج عنده ميقات معلوم، ولكن ميقات العمرة يستغرق كل أشهر السنة. نعم. بارك الله فيك شيخنا. أسئلة أمة الله كان فيها الكثير من القلق حول الكفر والإيمان، إجابة مجملة ممكن تذكرني بسؤالها؟ يعني أمة الله في سؤالها كان عندها قلق من الشعور بأنها كفرت بالله سبحانه وتعالى إلى غيره، كيف تعالج نفسها؟ والله هذه من الوساوس يا أخي أحمد. ربي سبحانه مثلا في أوائل سورة الممتحنة يقول في القرآن الكريم، نروح الآية مباشرة، وودوا لو تكفرون إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هنا نضع خطا تحت هذه الآية. معنى الكافر أقصى ما يتمناه أن نصبح كفارا مثله. هذا رقم 1. رقم 2، الشيطان يا الأختنا من ميلا أمة الله يريد أن يسرق منك الإيمان. أنا الآن استقبلت الرسالة عن أنك مؤمنة، لو كان ما عندكش الإيمان ما يجيكش هذا الوسواس. فبالتالي إذا كان السارق يسرق الأموال، يسرق الذهب والفضة ودراهم وكذا، الشيطان واش يسرق الإيمان، يسرق التوبة من صاحبها ومن صاحبتها. فبالتالي أنت لازم تكوني ذكية فاطنة، يعني مجتهدة، ما تخليش الشيطان يوسوس لك يعني ويخليك تتقلقي وأنك كافرة. أنت لست كافرة، أنت مؤمنة. إذن هذه وساوس عالجيها بتلاوة القرآن، بالمحافظة على الأدعية المحصنات، الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بملازمة الجماعة، بحضور الحلقات العلمية ودروس العلم، بالاستماع الأشرطة المفيدة تذكر بالله عز وجل إلى آخره. فهذه إن شاء الله تعالج هذه الوساوس. سيدة أم محمد دكتور، يعني تتابع البرنامج، تعرف شق الله وشق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه معاملة رغم اهتمامها بشرع الله، ولكن معاملة أولاد أختها لم تكن معاملة في المستوى. ما قولكم؟ والله نصيحتنا لأم محمد من معسكر نقولها كما قال ربي سبحانه في القرآن الكريم، قال ادفع بالتي هي أحسن. كاين مشاكل بين الناس، مشاكل، انت ديري اللي عليك، ديري اللي عليك. انت درتي صلة الرحم، بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ليس الواصل بالمكافئ. عندكم مشاكل طردوك، راكي قلتي حتى في نهار الموت نتاعها رحتي فقط المقبرة وليتي ولا كما قلتي، وبعدين كما رضت بنتها رحتي تزوريها بارك الله فيك. كما يقولوا راكي سجلتي هدفا مهما، وأنت مأجورة جدا بهذا الصنيع، خاطر درتي حاجة كما يقولوا ضد النفس نتاعك. ربما النفس نتاعك تقول لك لا انت ثاني عندك النيف، انت ثاني عندك الكرامة، ما زارونيش ما نزورهمش، ولكن انت غلبتي الشيطان نتاعك. وبارك الله فيك يا الأخت أم محمد. ثم هما طردوك، كما يقول لك النية نتاعك راهي سليمة وأجرك ثابت. اجتهدي وعمدي وفق قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن تأخذي الأجر، وإن شاء الله ربي يهديهم ويستميل قلوبهم إلى جادة الحق والصواب. وحاولي تدخلي أطراف العائلة من أجل إصلاح ذات البين. وربنا قال في القرآن الكريم والصلح خير. الصلح خير. شكرا جزيلا شيخ سعيد. سارة من بومرداس، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخ عندي سؤال فيما يخص أيام ذي الحجة. أيوة. هل الصيام تاعهم لازم يكون متتاليين ولا نقدر نصوموا أيام فقط إذا قدرنا نهار ما نتركوا نهار؟ حاضر، جميل. مفهوم السؤال؟ مفهوم جدا أخت سارة. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. قبل الأخت ابتسام تيزي وزو، السلام عليكم. ابتسام، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال خويا حابة برك نسقسيك، معليش نجاوب بالقبيلية. تفضلي يا أختي ابتسام، تفضلي. بون تيني فيها غازيو. نعم. عندي راجلي عنده لوتوريزاسيون تاع يدير باش يدير ديبو تاع الشراب. نعم. ايه بصح هو ما حاش يدير، هو حيكريه الواحد
وشاك شهر يعطي له دراهم، شاك شهر يعطي له هكاك 20 30 مليون. حبيت نعرف الحكم اسكو حلال ولا حرام. هو دار برك لي بابيي باش يعطوه لوتوريزاسيون. هذا هو سؤالك اختي ابتسام؟ حبيت برك نعرف الحكم، واش الحكم تاعو اسكو حلال ولا حرام. واضح. بارك الله فيك اختي ابتسام، نجاوبك ان شاء الله. صح اخويا، الله يسترك، شكرا جزيلا. طيب نبدأ من اختنا سارة شيخنا حول صيام ايام ذي الحجة. وقبل دخول المباشر ايضا كان زميلنا رضا الوراري قد سأل نفس السؤال شيخنا، خاصة من ينوي أن يصوم 10 ذي الحجة كاملة، قال لي ليلة العيد 9 وما نكملوش 10، كيف أستكمل 10 قبل العيد؟ نعم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طبعا وردت أحاديث تبين فضل وأجر صيام هذه الأيام الشريفة، هذه الأيام المباركة. إجابة عن السؤالين أقول إذا كان صمتهم متتالية من اليوم الأول إلى غاية 9، لأنه لازم 9 كي يكون المانع شرعيا خلاص، يعني المانع شرعي حتى كي تدير النية، ولكن دائما نياتنا في إطار حكم الشريعة، في إطار حكم الشريعة. كالذي ينوي باش يصوم صيام داود، وكاين الناس الذين نعرفهم يصومون صيام داود، ولكن أحيانا يجي هذاك النهار لازم يعني يفطر يوما يصوم يوما. إذا كان يصوم يوم 9 ويوم 10 يفطر في يوم 9، هل يصوم يوم 10 عملا بهذه القاعدة يصوم؟ لا يمكن. وجد المانع شرعيا، وجد المانع الشرعي فلا. إذن يصح التوالي، يعني يصومهم يوميا من يوم 1 2 3 إلى غاية 9 هذه الحجة. كما يصح أنه يفرقهم يقطعهم، يصلي مثلا يصوم يوم ولا يومين وبعدين يفطر اليوم الثالث وهكذا، كل هذا جائز. وتلك النية صاحبها معذور شرعا ما دام جاء يوم النحر، يوم الحج الأكبر يوم النحر، فبالله يستطيع أن يصوم، لأنه لا يجوز صيام أيام العيدين أو يومي العيدين. الله يبارك. تستطيع صيامهم متفرقين في خلال؟ تستطيع تصومهم متفرقين، نعم. الله يبارك. سؤال أختنا ابتسام تزوز انشغالها حول، وأرجو أن تجيبها أيضا بالأمازيغ. نعم للأسف، يعني الأخت ابتسامة، وبارك الله فيك على غيرتك على دين الله عز وجل، بارك الله فيك. وبارك الله فيك ثانية على حرصك باش ما يدخلش الحرام لبيتك. والمفروض يعني زوجك لازم يفرح أنه عنده زوجة تذكره بالله عز وجل، وتجتهد باش تبعده من الحرام. ربما كان زوجة أخرى تقول له معليش المهم جيب دراهم، جيب دراهم، كي تبيع الشراب خير ما تبيع البطاطا، لخاطر يقينا اللي يبيع الشراب يربح أكثر من اللي يبيع البطاطا والطوماطيش. أنت أعطيك الصحة وبارك الله فيك. أمين غاولت ما كما أعطيك الصحة ما كسرتو راه ميبارك ربي كما جعل ربما كان قاني قبايلي ثمطوثي حرزن في فتاوي حرزن كي قاني قبايلي ثمطوثي إذا خام، يعني هو ربي يرجزي من قد يفرح مادام ثمطوثي سكميني أثيد السمكة ربي سبحانه أتحرض في الناس باش يوريك الشمال ديال الحرام، نتا يبدو اوتوريزاسيون الترخيص باش هذه الزنز الشراب. طبعا هذا لا يجوز اصلا، لا يجوز هذا الامر ابتداء واثناء وانتهاء. اذا كان هو فتحها ويبيع شراب لا يجوز، حرام. واذا كان كراها لشخص اخر يدخل في باب قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وفي آية أخرى وأحاديث أخرى. فبالتالي الدراهم اللي يجيبهم 20 30 مليون بالكراه هذوك الثاني حرام. هذا مين غاولت ما نتساوري جزارة دي زنز شراب وري جزارة ذا غادي يسحروا إوايض النظام باش أثيد الشمكان الكرا 20 30 مليون أنشتاقيت الحرام. انت غواها ربي يعني أكسو من بنادم الجسينس ولا قارة أتساوي القوثيس سقويني حرم ربي سبحانه. هضر السواطاس تفاص دي مولان تفاص دي ظولان تفاص يبدو كاليس ربما ثماثنيس أثيد يهضر ربي سبحانه خير شويط الحلال أريد من يقسان فايدة ولا أطاس إلا ذا الحرام وثيدي هذا ربي ورقازين. وما نبت من حرام فالنار يعني من سحت فالنار أولى به. الله يبارك فيك، ربي يحفظك إن شاء الله. شكرا جزيلا. آخر الأسئلة هذه الحلقة أختنا محمد من العاصمة، هي في الأخير شيخنا تضع ملاحظة بأنها تتعذب بالوسوسة، ولكن سؤالها قال لها زوجها يوما ما أنت مقلقة،
ففهمت أنه قال لها أنت مطلقة، هل يقع الطلاق؟ لا شك أن أنت استقبلتي يا أم محمد، استقبلتي جهاز استقبالك، يعني هو اللي أعطى لك هذا. ربما عندك وسواس، هذا الوسواس هو اللي أنت، هو قال لك أنت مقلقة، مقلقة على وزن مطلقة، وأنت فهمتها مطلقة. يعني لماذا هذا الخوف؟ لماذا هذا الخوف؟ مادام قال لك أنت مقلقة وأكد لك أنه لم يتلفظ بالطلاق، لأن المعتبر هو كلام الزوج مش كلامك، مش كلام المرأة. نقول لك يا الأخت الكريمة أم محمد من العاصمة، اطمئني تماما فأنت لست مطلقة، ونتمنى لك باش يروح لك حتى القلق باش تهني نهائيا. هذا السؤال الثاني وقيل في والسؤال الثاني حول زوجها في معرض خلاف بسيط، قال لها أخسر وفارق، قالت هل هذا طلاق يقع؟ لا لا أبدا، اطمئني أيضا كي يقول أخسر وفارق، أخسر وفارق يقول براحته. هو ماذا بك يبتعد من هذه الألفاظ الكنائية التي قد يفهم منها أنه يقصد بها الطلاق، وخاصة ما دام هو أكد لك أنه لم يقصد إحداث الطلاق أصلا. نقول لك المرة الثانية اطمئني تماما فأنت لست مطلقة، عيش حياتك بشكل عادي تماما، وبعدي من نفسك هذه الوساوس التي ربما تقلقك وتخلي حياتك يعني مرة وحياة صعبة جدا. ربي يحفظك من كل سوء. شكرا جزيلا دكتور وبارك الله فيك. استوفينا تقريبا جميع الأسئلة، وذكر فقط أن البرنامج يومي يتواصل مع أسئلتكم على البريد الإلكتروني للبرنامج، يجيبكم يوم السبت عن كل ما تتفضلون به كتابيا، إضافة إلى مكتوباتكم عبر الرسائل التي تصل البرنامج عبر هذا العنوان: 21 شارع الشهداء الجزائر العاصمة، مؤسسة التلفزيون الجزائري، قناة القرآن الكريم الخامسة، برنامج هل سألوا. نحن في الدقيقتين الأخيرتين دكتور سعيد، ولأننا بدأنا حقيقة نتحدث عن المسيرة، وكان التأثر بالغ في وقفة عرفات. أسألك عندما زرت قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل بلغته سلام من حملوك من الجزائر السلام عليه؟ نظرا لكثرتهم قلت كلاما عاما: تقبل سلاما كلفني بالسلام. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل. وكانت وقفة أيضا لا تنسى حقيقة، تختصر المسافات، القرون في تلك اللحظات. قل منذ كم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش في زمان سبق، ولكن نحن نعيش في زمان آخر، واختصرت المسافات حقيقة واختصر الزمن، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمامنا. تلك المشاعر أيضا لا تنسى. نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم، كما تمتعنا به بالصلاة عليه في دار الدنيا، نسأل الله أن نتمتع معه في دار الخلد. شكرا جزيلا دكتور سعيد بوزري على هذه المرافقة. برنامج هل سألوا يتواصل معكم يوميا على هذه القناة الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. شكرا لك دكتور، وأنقل لكم مشاهدينا الكرام تحيات الفريق التقني العامل اللحظة بقيادة حمزة كمال. ألقاكم بحول الله غدا في موعد جديد. السلام عليكم ورحمة الله.